هقول حاجة رومانسية بقالي فترة طويلة. محتاجين احنا كمان، احنا محتاجين. هي قصيدة مكتوبة من أكثر من 30 سنة. ياه. أول مرة أقولها تقريبا يعني في ندوة أو في مكان عام. القصيدة بعنوان أنا لا أحبك يا حبيبي، لأنك يا حبيب القلب أروع من جميع قصائدي، فلقد تركت الشعر يستلقي وحيدا في حنان مسائدي، وسهرت كي ألقي إليك بهمسة مشتاقة لا تستطيع الانتظار إلى بديل. حملتها شوق الدروب إلى الرحيل، وشوق إشراعة الحنين إلى اقتراب موعدي. أنا لا أحبك يا حبيبي، إنما أهوى انتظار المستحيل، مثلما تهوى نجيمات الليالي والظلام السرمدي. أهوى احتواء اللا حدود لعالمي، أهوى انتمائي للبعيد، وذوب قلبي في الفضاء الأبعد، مثل الرياح ومثل زقزقة المدى فوق شبيرات النضيرة، مثل عقب الياسمين إذا تناثر في الصباح على الخدود بلهفة وتمرد. أنا لا أحبك يا حبيبي، إنما في القلب سر غامض رغم المسافات السحيقة والسنين، بنبض قلبك يهتدي. إن كنت تعرف ما الذي وسط السكون يؤرق القلب الندي ويقلق نبضات ما بين الحناجر والشموع على يدي. إن كنت تعرف ما الهوى هلا همست بسره، فالقلب طفل ليس يدري أي شيء في الهوى يا سيدي.